السلام عليكم خوتي وخواتاتي. انا سميتي عبد الله وفي عمري 20 عام، ساكن في قنيطره. واخا ماشي مهم تعرفوني فين ساكن حيت كاع ما داخل في السير ديال قصتي اللي غريبه شويه. في الاول كنت متردد نعاود هادشي بحال بزاف اللي غادي يجيو يعاودوه، ولكن قررت نتجاهل تكذيب الناس ليا ونقول اللي بغيت حيت قصتي تستاهل تاخذوا منها العبره. قصتي غادي تبدا منين زاديت او لا قبل. كيف ما عاودوا ليا، انا ملي تولدت ما كان حتى شي حد في العائله باغيني حتى من الوالده. الوالده، وبالخصوص عائلة الوالد ما كانوش كيحملوني لشي سبب ما كنتش عارفه. وملي كانت عندي ديك 6 سنين كنت كنشوف شي حوايج اللي ما يمكنش يتقبلهم العقل البشري، شي حوايج غريبه بزاف، بحال انني كنشوف شي لعيبات تيتحركوا وتيطيروا بوحدهم، وكنشوف شي اثار ديال شي حيوان ميت وفاش كنقرب ليه ما كيبقاش وكيتختفى. واهم حاجه هي انني كنت كنشوف مرا لابسه البيض وشعرها طويل وكحل وتيبري وكان واصل حتى للارض، وكانت معاها بنتها، وديك البنت ديما كتكون ودوده معايا ومقربه ليا بزاف وكتبغي تلعب معايا، كتجي عندي وكتلعب معايا. اما ديك المرة فراه كانت زوينه بزاف، وكل مره كانت كتجي عندي كانت كتبتسم ليا بواحد الطريقه غريبه ولكن في نفس الوقت مخيفه. فاش كانت كتضحك عينيها تيكبروا وتيوليو كحل بزاف، والوجه ديالها تيولي بيض اكثر من القياس وشاحب. واخا هادشي كان مره فاش كتضحك وكتفقد السيطره، ولكن هادشي راه كان كيخلع ديالها بصح. ولكن انا كنت صغير وما كنتش عارف شنو داكشي، عليها ما كنت فاهم والو. كانت ديك البنت بنت ديك المراه اللي كانت كتجي ما كدويش كاع، كانت غير كتمشي لبلاصه الالعاب كتشير ليا بيديها زعما اجي، وهكا كنلعبوا. وبعدها بشويه كتمشي وكتقول لي ديك المراه خاصنا نمشيو لداك المملوك حتى الغدا ونوليو. وانا حتى كبرت عاد عرفت ديك الكلمه ديال المملوك شنو كتعني بها وعلاش ديما كانت كتعيط ليا بها، حتى مور ما قلت ليها باللي سميتي عبد الله. وكانت ديما كتجي عندي كل نهار في نفس التوقيت. كانت ديك المراه هي وبنتها كتجي، ومع عمرها فاتت شي نهار ما جاتش فيه، ولكن حتى لواحد النهار ما جاوش. داك النهار كامل انا بقيت كنبكي وبقى فيا الحال وقنطت، حيت حتى شي واحد ما كان كيبغي يلعب معايا لا في العائله ولا في الزنقه من غيرها هي. ومن داك النهار اللي اختفاو فيه غادي يبدا الرعب، غادي تدخل لحياتنا مره واحده اخرى، ولكن هاد المره حوايج غراب بزاف غادي يبدلوا حياتي وحياتي عائلتي 180 درجه. بلا ما نطول عليكم غنختصر لكم السبب ديال هادشي كامل. قبل ما نتزاد وقبل ما يتزاد حتى الوالد، جدي كان ساحر وداكشي كان وراثي، يعني جدي ورثو من باه وباه من باه وبقات غاده بحال هكا السلسله. جدي كانت عنده علاقه قويه مع واحد الجنيه وكانت عندها مكانه بينهم، وهي اللي عطاتو قوته، يعني كانت مرته الثانيه من الجنس غير الانس. الدار ديال جدي ما كانتش كتخوى من الناس، اللي باغي يسحر لشي واحد ها اللي باغي يدير القبول وزيد وزيد داك التخربيق والخرائف. وجداتي كانت غير صابره معاه حيت ديك الجنيه كانت مدوزه عليها العذاب الاليم، ولكن واخا هكا كانت صابره حتى نجحت بمساعده من واحد الشيخ يقنعوه يتوب ويرجع لله. ملي جدي بغيتو طرات واحد الحاجه اللي ما غاديش يتقبلها العقل. ملي جدي تاب ورجع لحياته العاديه ما خلاوهش امراء الجن اللي كانت مرتو الجنيه رابطاه بهم، ولكن هو كان مصر على القرار ديالو واخا كان عارف اش غادي يطرى ليه وغادي يطرى لعائلته من مور ما يموت. ولكن قال نجرب ماشي مشكل. هضر مع جداتي فهادشي وقالت ليه الله معاك وحنا غندعموك ترجع للطريق الصح. ديك النهار ناض جمع داكشي كامل اللي عنده علاقه مع هذا العالم وحرقو وهو تيقرا المعوذتين. جداتي نظفت الدار مزيان ونقاتها من داك العفن اللي كان فيها، وخصوصا بيت جدي اللي كان كيمارس فيها الطقوس الشيطانيه. البيت عامر جثث ديال الحيوانات قرع فيهم دماء مخلطه بشي نباتات وشي سحر عاوناتو يبطلو بلا ما يرجع لذاك الطريق. كان داك البيت خنز بزاف. صافي جداتي تعاونات هي وجدي وحتى جمعوا داكشي كامل. جداتي ديك الساعه كانت والده جوج من عماتي وعمي واحد، وكانت حامله بالوالد. ملي قرر جدي يتخلص من هاد الشيء وكيجمع اي حاجه عندها علاقه بداك العالم. مور ايام قلال جاو امراء وزعماء قبائل الجن عند جدي وحاولوا ينتقموا منه، وديك الجنيه كانت معاهم غادي تجي عند جدي وغادي تقول له
الا تخليتي على هذا العالم غادي ينتقموا منك وغادي نقتلوك وانت عارف هذا الشيء، وما غاديش نكتفيو غير من القتل ديالك، غادي نقتلوك وننتقموا حتى من عائلتك، والولد اللي حامله به مرتك غادي نرجعوه منا ويشد بلاصتك، والا ما بغاش هو ولدو غيولي في بلاصتك. قال ليها جدي انا معكم بالشرع وامان الله، ايماني في الله قوي وما غادي يطرى ليا والو. قالت ليه راه غير كتخاطر بحياتك وبحياة الناس اللي دايرين بك جدي، انا راه واثق في نفسي وعارف اش كندير. قالت ليه الجنيه انت عارف بلي راه الا تخليتي على هذا العالم غادي تبقى بيني وبينك والو ياك؟ قال ليها جدي عارف وبغيتك تنسيني وما ترجعيش لحياتي لا انا لا ولادي لا عائلتي. قالت ليه الجنيه انا غادي ننتقم منك على هذا الشيء كامل، غير تسنى. من بعد ما اختفت هاد الجنيه في مره صافي جدي تاب ولا كيمشي للجامع اللي عمره في حياته ما مشى ليه ولا دخل ليه، وجدي ولا كيحفظ القران من بعد 4 شهور على التوبه ديال جدي. واحد النهار كان غادي يدخل للبيت ديالو باش يرتاح حيت كان في الجامع، صافي غادي يدخل ينعس. قال لجداتي انا عيان وخصني نرتاح شويه. قالت ليه صافي. دازت واحد 30 دقيقه جدي ما فاقش، وجداتي عارفاه ما كيطولش بزاف حيت كان صلى العصر او ما كينعش ما بين العصر والمغرب. صافي دخلت جداتي باش تطمئن عليه، وهنا كانت الصدمه اللي غادي تخلي جداتي في حاله اكتئاب لمده عام. ملي دخلت جداتي عند جدي البيت غادي نشوفوا منظر مرعب بزاف، المنظر خلاها مصدومه لسنين مور هادشي. جدي مقطع ليه راسو طايح في الارض بعيد على الكسده ديالو، والبيت كله دمايات ومكتوب بدمو في الحيط ما غنهداش حتى ننتقم من سلالتك كلها. وحده جدي كانت واحد الورقه صفراء مكتوب عليها باسمي أنا ملكة إزان، وباسم جميع أمراء الجن والشياطين، أن من خالف الوعد سيتلقى الجزاء، ووعد منا لك ولسلالتك، سنعود. جداتي خافت بزاف وتصدمات، وديك الساعه كان شهرها يعني كانت غادي تولد في داك الشهر، وبقوه الصدمه جاها المخاض وما كان حتى شي واحد في الدار. ولداتو قريب الجسد ديال باه اللي كان كامل مقطع ومشرقه بحال شي لباس قديم. ديك النهار ملي ولدات عاد جا عمي وعيط على العائله ديال جدي وحتى عائله جداتي. صافي دفنوا جدي وداروا ليه جنازه، وملي كمل الوالد 7 ايام حتى هو داروا ليه اسبوع. ولكن داز هاد الاسبوع مكتئب، لا موسيقى لا والو، ماشي بحال جميع السبوعات. جداتي عزلت راسها ما كدوي مع حد، غير سادت عليها في البيت اللي مات فيه جدي. حتى من ولدها اللي هو الوالد ما رباتوش هي، رباتو غير الام ديال جداتي. ولكن هاد السنه هادي اللي كانت فيها مكتئبه خلات جداتي تفيق وتفكر في المستقبل ديال العائله مزيان. وفاش كمل الوالد عام داتو يتعلم القران وزرعت فيه حب الله، والوالد ولا فقيه. عليها ما قاصتو حتى شي حاجه من داك العالم حيت عارفين بلي الايمان ديالو قوي بزاف. ودابا غادي نقول لكم كيفاش بلان ديك المره اللي كانت كتجي عندي ملي كانت عندي 6 سنين. انا كنت عاودت لجداتي على ديك المره وقلت لها مواصفات ديالها وعرفتها بلي هي ديك الجنيه، هذيك اللي كانت عندها علاقه بجدي، سميتها إزان. عائله الوالد ما كانوش كيحملوني حيت عارفين بلي انا اللي غادي نعيشهم في الرعب. الوالده ما كانتش كتحملني حيت النهار اللي كانت غادي تولدني عذباتها إزان بزاف. وملي قلت لجده شنو كنشوف مشات قالتها للوالد اللي بدورو حصلني وداني عند فقيه اللي كانت عنده درايه بهذا العالم. هادشي علاش ما جاش ديك النهار اللي كنت كنتسناها هي وبنتها باش نلعبوا. وفاش حبس الوالد على تحصيني هنا بدا الرعب، بديت كنشوفها هي في شكلها الحقيقي هي وبنتها كيشبهوا المسوخ، وهما تيعذبوا جداتي والوالده والوالد وحتى عماتي وعمامي عذاب اليم. والاستثناء الوحيد كان انا، وكانت كتولي انت وليتي ديالي. صافي عشنا الرعب في ذوك الايام، ولكن الوالد قدر انه يحصلنا بمساعده من داك الشيخ اللي قنع جدي يحبس السحر. تحصلنا وتاكد باللي غادرات ديك الجنيه وملكه إزان، وقال ليه صاحب جدي باللي إزان كانت باغيه ولدك اللي هو انا نولي بحال جدي. دابا الحمد لله محافظين على صلاتنا والاذكار الصباح واذكار المساء، والحمد لله عندي 20 عام دابا ووليت فقيه كنعاون اي شخص محتاج المساعده. وهذه هي نهايه قصتي الخوت، هذه هي نهايه القصه جدي وإزان. كتبها واحد الشخص، غنخلي لكم الباج ديالو في انستا وفي الفيس هنايا في الصوره. عنده كيكتب شي قصص اللي زوينين الصراحه يمكن لكم تقراوهم. انا قررت انني ندير لكم هذه حيت عجبتني. يمكن لكم دوزوا عندي الانستا، انا نخليها لكم هنايا. الا وقعت لكم شي قصه مع هذا العالم جن سحر ولا شي حاجه بحال هكا يمكن لكم تعاودوها ليا. وانا كنت كنفكر في واحد بحال تقولوا شي سلسله على شكل راديو، غادي تكونوا نتوما كتعاودوا ليا القصص ديالكم وانا غادي نحاول نسردهم بطريقه ديال الحوار ديال الراديو باش يكون شويه ديال المتعه.
تهلاو الخوت ونتلاقاو في شي فيديو جاي ان شاء الله.